السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم؟ يا رب تكونوا بخير وتكون دايمًا بيوتكم كده مليانة بالخير. لو بتفكروا تربوا بط للبيت لتربية البيت يعني، أو كمان لو كنتم بتفكروا تبتدوا مشروع صغير ومربح وتكسبوا وأنتم قاعدين في البيت، الفيديو ده هيكون ليكم. هنتكلم النهارده عن أنواع البط، الفرق ما بينهم، إزاي نختار النوع المناسب ليكم ولمشروعكم، خصوصًا يعني كمان لو كانت الميزانية محدودة، يعني لو عايزين تبتدوا ب10 بطات أو 20 بطاية بس كده كتربية تبيعوها للجيران وللأصحاب وللي حواليكم، هاقول لكم كمان على دراسة جدوى لميزانية 10 بطات وأنتم بقى تقيسوا عليها باقي العدد اللي أنتم عايزين تجيبوه، وكمان ممكن تكسبوا منهم كام. تابعوني بس لآخر الفيديو عشان تعرفوا كل التفاصيل. قبل ما ندخل على الفيديو بس نحب كده نبتدي الأول بإيه، بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى إن شاء الله هنتكلم عن الأنواع المعروفة والمشهورة اللي تقدروا تربوها أو تعملوا منها مشروع، زي المسكوفي، المولر اللي هو البغال يعني، لأنه طبعًا عارفين إن هو نفس الاسم، الفرنساوي اللي هو يعني البيور، وكمان عندنا الشرشيري، البكيني، الجعجاع اللي هم برضه نفس البط بس يعني تختلف مسميات ما بين كل محافظة والتانية، وكمان في عندنا البط البلدي أو السوداني أو بح اللي هو برضه نفس البط لكن بتختلف المسميات ما بين كل محافظة والتانية. خلّينا بس نبدأ الفيديو بتاعنا بالكينج بتاع البط أو ملك البط اللي هو البط المسكوفي. البط المسكوفي ده هو ملك البط، ليه ملك البط؟ عشان وزنه يعتبر يعني من أكبر الأوزان اللي ممكن تدّيه لكم جميع أنواع البط. كمان بالنسبة للطعم فهو طعمه حلو جدًا، بعد طعم البلدي يعتبر هو أحلى طعم بعد طعم البلدي، يعني وزنه كبير وطعمه حلو مقارب للبلدي جدًا، لكن طبعًا في الوزن هو أكبر من البلدي بكتير. كمان هو شبيه للبلدي من حيث الشكل وطعم اللحم بتاعه. لحمته كمان على فكرة هي حمرا، قليلة في الكوليسترول، ما فيهاش دهون، فبالتالي يعني هي ما تعتبرش بالنسبة يعني لباقي اللحوم، ما تعتبرش إنها لحمته مضرة تمامًا، لحمته بتبقى كده زي لحمة الجزار. نيجي بقى للنقطة الأهم اللي ناس كتيرة جدًا بتسأل عليها وهو التسويق. بالنسبة للتسويق البط المسكوفي بيُعتبر مشروع كويس جدًا، جدًا بالنسبة للتسويق، لإن تسويقه بيبقى سهل، وبيبقى مطلوب كمان في السوق أوي، خاصةً لو إحنا داخلين على مواسم زي موسم مثلًا رمضان أو كده، بتبقى تسويقه عالي جدًا، جدًا. الناس معروف يعني إن رمضان ناس كتيرة جدًا بتشتري البط، فبيبقى أهم حاجة إن أنت تطلّعه على مواسم، هتلاقيه إن هو جاب معاك ربح أعلى من ما بيكون في الأيام العادية. فبالنسبة لتسويق المسكوفي تسويقه سهل، هيتباع للجيران، يتباع للأصحاب، أو يتباع حتى للتجار، يتباع لأي محلات من محلات الدواجن، يعني تسويقه ما فيش فيه مشكلة لإن هو مطلوب من الناس. كمان عايزة أقول لكم إن ذكر المسكوفي بيوصل حوالي وزنه مثلًا لحوالي 6 كيلو، أمّا الأنثى فبتوصل لحوالي مثلًا 4 كيلو. فطبعًا لو مشروع فأنا يعني بارشّح لكم لو أنتم هتربوه كمشروع، فيبقى إحنا طبعًا في الأساس إحنا عايزين إيه، عايزين وزن عشان ناخد ربح. فبالتالي بيُفضّل إن في المشاريع إن أنتم تجيبوا فرز الذكورة، يعني تربوا الذكور، هي الشركات بتبيعها فرز الذكورة، وكمان لو يبقى بقى مسكوفي أصلي اللي هو R41 ده طبعًا بيجيب منه وزن عالي جدًا، بيبقى حاجة pure وطبعًا في شركات بتبيعه يعني مخصوص زي شركة الوفا كده مثلًا، ده بيجيب وزن عالي جدًا. بالنسبة لمناعته فهو مناعته كويسة، لكنه برضه بيبقى حساس شوية عن باقي أنواع البط، يعني مناعته تعتبر ضعيفة شوية خاصةً في أول أسبوعين، بيحتاج تدفئة عالية، بيحتاج مراعية جامدة جدًا في أول أسبوعين من حياته من وهو كتكوت، فناخد بالنا كويس أوي من المسكوفي بالذات علشان المسكوفي زي ما قُلت لكم كده مناعته بتبقى ضعيفة. المسكوفي بقى في منه نوعين عشان بس ما تتغشوش أوي يعني تبقوا عارفينه كويس، اللي هو النوع الأصلي اللي هو pure يعني منه اللي هو R41 وفي منه خليط، والخليط ده والمسكوفي برضه العادي برضه الاتنين بيبيضوا، لكن اللي بيرقد على البيض هو المسكوفي الخليط، وده بيبقى مخلّط من مسكوفي ومن بلدي، من ذكر مسكوفي مثلًا وإنتاية بلدي. بيطلّع الخليط المسكوفي ده بيبقى حلو برضه وزنه بيعتبر كويس جدًا، وفي نفس الوقت برضه تقدروا تعملوا منه سُلالة لإنه بيبيض وبيرقد على البيض، فتقدروا تكمّلوا منه بقى سُلالة عندكم في البيت من غير ما تضطروا إن أنتم تشتروا مثلًا كتاكيت تاني. أمّا بالنسبة للمسكوفي الأصلي ففي منه بيرقد وفي منه ما بيرقدش، لكن الأغلبية بصراحة هو مش بيرقد، يعني ممكن تاخدوا البيض بيبقى مخصّب بكل حاجة، لكن تحطوه في فقّاسة، تحطوه تحت أي حاجة تانية بترقد على البيض، هاطلّع لكم برضه منه سُلالة. لكن هو نَفْسه في يعني مش شرط إن هو ممكن يكون هو بيرقد، يعني البط اللي هو المسكوفي الأصلي، إنّما المسكوفي الخليط 100% فهو بيرقد. عايزة كمان أقول لكم بالنسبة لشكله، شكل المسكوفي في منّه أسمر وفي منّه أسمر في أبيض وفي منّه أبيض بس. بالنسبة للعلف بتاعه بياكل قد إيه، فهو بياكل حوالي
من 10 إلى 12 كيلو في مدة تربيته، اللي هي بتصل إلى 3 شهور. هو علميًا 3 شهور، لكن إحنا كمان ممكن نسيبه ل4 شهور علشان يجيب وزن أكتر وعلشان لحمته تنشف. بنشد كده ريشة كده من الجناح، لو ما لقيناش فيها دم يبقى كده لحمته نشفت ويقدر خلاص إن هو كده يتذبح معانا، لكن تقدروا تذبحوه من ال3 شهور. هو عيبه إن هو بيأخّر أوي في النمو، يعني تقريبًا هو أبطأ بَط بعد البلدي في النمو. زي ما قُلت لكم كده بيقعد 3 شهور وبياكل فيها حوالي 12 كيلو علف. طبعًا أنتم عشان تجيبوا وزن، فبيُفضّل إن المسكوفي لو أنتم طبعًا هتربوه إن أنتم تبيعوه يعني تعملوه كمشروع، فبيُفضّل إن البط المسكوفي ياكل علف فقط علشان يدّينا الوزن لو أنتم عاملينه كمشروع. لو أنتم عاملينه للبيت بقى وعايزين تخفّضوا يعني من التكلفة شوية، فهنبتدي إن إحنا ندخّل له شوية خلطات، شوية أكل بيت وشوية خضار، لكن من بعد الشهرين. وطبعًا بيُفضّل تعريضه زيه زي بقية البط للشمس يوميًا، علشان الشمس بتدّيهم كالسيوم. وإن إحنا كمان نحُط له، أو إن إحنا لو مش هنحُطّه يعني في الشمس، فإحنا بنعوّض الكلام ده بإن إحنا بنحُط له كالسيوم. بنحُط كمان التحديقة، طبق كده فيه تحديقة ده لكل أنواع البَطْر، بيتحط له صدف، بيتحط له أملاح معدنية، بيتحط له كالسيوم، بيتحط له رمل، وكمان قالب الطوب الأحمر ده يعني بيتطحن خالص بيبقى زي الرمل كده، وبيتحط كل ده بيتقلّب على بعضه وبيتقدّم لهم كده طبق جاهز قُدّامهم على طول غير الوجبات. طبعًا في ناس بتقدّم الأكل للبَط كنوع كوجبات، لكن في ناس بتقدّم الأكل للبَط كطول النهار. يعني لو أنتم بقى حابين تعملوا اللي هم بيسموه يعني إيه، أكل مفتوح، طول النهار وطول الليل بيبقى الأكل قدّامهم. وفي ناس بتفضّل إنها تحُط عليه وجبات صبح وضهر وبالليل يعني في العشا، أو يعني بمعنى أصح فطار وغدا وعشا. فطبعًا زي ما أنتم إيه، حابين إن أنتم تعملوه، لكن أهم حاجة زي ما قُلت لكم إن البَط المسكوفي في العمر الصغير لازم بيحتاج رعاية. أهم حاجة إن هو بيحتاج رعاية أكتر من باقي أنواع البط، وتسويقه سهل زي ما قُلت لكم، لإن الناس برضه كلّها بتطلبه، ولكن هو برضه مشكلته إن هو بطيء شوية في النمو. البط اللي بعد كده هو البط المولر أو البط البغال، الاتنين نفس الاسم. البط المولر والبط البغال ده ما ينفعش نعمل منه سلالة، لإن ده بط عقيم بيتربى بس للتسمين. وده طعم لحمه يعتبر اللي بعد المسكوفي على طول. ده ناتج من تزاوج المسكوفي مع البكيني. فبيكون يعني شكله أقرب شوية يعني للبكيني أو الفرنساوي، وبيبقى لونه أبيض وفيه شريطة سودا زي بالضبط كده اللي باين قدّامكم دلوقتي على الشاشة، ده البط المولر أو البغال. بَت طعمه بيبقى حلو جدًا على فكرة، بيوصل حوالي 4 كيلو في 60 يوم أو 70 يوم، وده العلمي بتاعه إن هو 70 يوم. في ناس ممكن تسيبه ل3 شهور، لكن هو من 60 يوم ل70 يوم بنقدر إن إحنا نذبحه. من مميزاته طبعًا إن هو بيكبر بسرعة، وإن هو طعم لحمه حلو، ما فيهوش دهون. بيوصل زي ما قُلت لكم كده ممكن يوصل 4 و5 كيلو، في منه مستورد وفي منه محلي. فطبعًا لو أنتم برضه عايزين تعملوه مشروع ممكن تجيبوا المستورد، وبرضه المحلي حلو جدًا لإنه برضه وزنه بيعتبر يعني كويس، ومناعته أعلى من المسكوفي، بيجيب وزن حلو في وقت قليل، ومناعته أعلى من المسكوفي، وسهل جدًا في تربيته ومش مزعج، ما لوش صوت ولا هو المسكوفي من البط الهادي جدًا، اللي هو الناس أصلًا ممكن ما تعرفش أصلًا إن أنتم موجود عندكم بط. وبرضه بالنسبة للتسويق، وده برضه حاجة مهمة عشان الناس كلّها برضه بتسأل عليها، فالبط المُولَر برضه تسويقه دلوقتي بدأ ينتشر، والناس بدأت تاكله عادي جدًا، لإن الأول يعني ما كانت الناس بتبقى قلقانة منه شوية. عشان حتى اسمه يعني اللي هو البغال وكده كانوا بيخافوا منّه، لكن هو لأ، دلوقتي خلاص بقى منتشر. ودلوقتي كمان سعره بقى أقل في البيع من سعر البط المسكوفي، عشان برضه يعني موضوع السعر ده تبقوا فاهمينه، إن البط المُولَر سعره في البيع أقل من سعر البط المسكوفي، لكن لمّا تيجي تشتروه كتاكيت الاتنين قريبين شوية من بعض. يعني الاتنين قريبين شوية من بعض، يعتبر ما فيش فرق في السعر ما بينهم هُم الاتنين، ما بين البط المولر والبط المسكوفي، وهُم كتكوت. لكن لمّا تيجي تبيعه كبيع، البط المولر سعره أقل، لكنه بيكبر أسرع من المسكوفي، فممكن في وقت أقل تعملوا كذا دورة، فاهميني إزاي؟ فطبعًا ده على حسب ظروف كل واحد، هو بيحب يفضّل إيه وبيحب يجيب إيه. خلّيني بس الأول أقول لكم قبل ما ندخل على النوع اللي بعده، عشان أنا نسيت بس أقول لكم إن البط المولر بياكل حوالي من 9 إلى 10 كيلو علف في الوقت بتاعه اللي هو بيوصل لحوالي 70 يوم أو 3 شهور، يعني من شهرين ونُص ل3 عشان توصل ل4 كيلو و5 كيلو برضه أحيانًا بيوصل ل5 كيلو. خلاص؟ عشان برضه إيه تبقوا فاهمين، وما بيتسابش على فكرة البط المولر بعد ال3 شهور، ودي معلومة مهمة جدًا خدوا بالكم منها، علشان بيفرّغ، يعني بيرجع يخس تاني بعد ما يكون وصل لوزن عالي جدًا. لو سِبتوه بعد ال3 شهور هيرجع يخس ومش هيزيد تاني. نوع البط اللي معانا بعد كده هو البط البلدي أو البط السوداني أو البط البح، كلّهم نفس المسميات. هو قريب أوي في الشكل من البط المسكوفي،
لكن بيكون طبعًا أصغر من البط المسكوفي في الحجم، جسمه بيكون مدوّر شوية، بياخد وقت طويل ممكن يوصل ل6 شهور مثلًا عشان يجيب وزن، لكن النوع ده هو كويس جدًا، جدًا، جدًا في البيض، لإن هو بيبيض وبيرقد، يعني نقدر نعمل منه سلالة لو إحنا عايزين إن إحنا نسيبه معانا في البيت أو نخلّي نتاية نزوّجها من ذكر مسكوفي ونعمل اللي هو خليط المسكوفي وده بيبقى ممتاز جدًا. طبعًا ده بياكل علف، بياكل أكل البيت، ده مطوّل معانا فبنحط له أي حاجة من البيت بياكلها. هو كده وزنه يعني ما بيزيدش أوي، والصراحة هو ما ينفعش تمامًا كمشروع، لإن هو طبعًا بيطوّل أوي وفي نفس الوقت يعني هتلاقوه بياكل أكل من مش هتأكّلوا علف بقى حوالي 6 شهور، فما بيجيبش وزن، فده ما ينفعش لكن غير إن هو يكون لتربية البيت، لإن هو ده أعلى حاجة في الطعم. لكن يعني وزنه ما بيبقاش قد كده، وفي نفس الوقت زي ما قُلت لكم بيجيب وقت طويل، وكمان مناعة يعني قوية ومناعة كويسة. اللي بعد كده ممكن برضه ينفع كمشروع، فهو البط الفرنساوي أو البط البيور، ده برضه بيجيب وزن حلو حوالي مثلًا 3 كيلو أو 3.5 بالكتير أوي يعني، ده برضه في شهرين بالكتير أو من عُمر 50 يوم برضه بيتذبح، لكن هو بيبقى معظمه دهون، ما بيزيدش وزنه عن كده، وطعم لحمه بيبقى هو لون لحمته بيضا، طعم لحمه طري شوية، فيعني في ناس بتفضّله طبعًا وبتاكله كتير البط الأبيض ده اللي هو البيكيني، الجعجاع، الشرشيري الفرنساوي، البيور، ولكن هو أنا بصراحة ما بافضّلوش لإنه بياكل كتير أوي وفي نفس الوقت ما بيجيبش وزن كبير وبيكون دهونه يعني كتيرة شوية عن لحمه، يعني لحمه بيكون قليل عن باقي أنواع البط. بجانب كمان إنه مُزعج جدًا وليه صوت عالي أوي، يعني لو أنتم مربيين في البيت مثلًا، فكل الجيران والناس اللي حواليكم هتعرف إن أنتم جايبين بَط، وبيبقى مبهدل الدنيا ويعني عكّاك بصراحة، غير البَط المسكوفي والبَط المُولَر، لكن برضه هو كمشروع في ناس كتيرة برضه بتفضّله وبتحبه وبتشتريه، وكل المحلات بتاعة الفراخ لو أنتم مثلًا هتبيعوا لمحلات الفراخ، طبعًا باتكلم على المشاريع الصغيرة يعني، لو أنتم هتعملوه كمشروع كده صغير تبيعوه على عُمر الشهرين أو من 50 يوم كمان يبتدي يتذبح، فهو زي الفل ما فيش فيه أي مشكلة، اللي هو البط البيور أو البط الفرنساوي أو البط الستار كلّها برضه نفس المسميات، يعني الناس برضه كتير أوي بياخدوه يعني ما فيش فيه مشكلة خالص. وعلى فكرة البط ده اللي هو البيور يعني أو الفرنساوي، فده بيسموه فراخ بيضا البط، يعني في أقل وقت بيجيب وزن، زي ما قُلت لكم على 55 يوم أو 50 يوم بيجيب وزن، طبعًا طعم لحمه برضه كويس، لكن هو مش زي باقي الأنواع، هو أقل شوية من باقي الأنواع. لكن تبقى بقى مشكلة التسويق، فهو كمشروع يعني هو تسويقه برضه حلو، ما فيش مشكلة فيه، لكن سعر لحمه رخيص، أرخص أنواع البط، يعني بعد البط البلدي المسكوفي المولر، وبعدين هييجي بعدهم البط الفرنساوي أو البط اللي هو البيور أو اللي هو البيكيني بعدها والشرشيري على حسب يعني المسمى، لكن هو سعر لحمه رخيص، سعره برضه ككتكوت فهو أرخص برضه من باقي أنواع البط، لكن لمّا تيجوا تبيعوه فأنتم برضه هتلاقوا إن سعر اللحم بتاعه هو برضه سعره قليل، فيعني لو أنتم عايزين يعني على حسب طبعًا ظروف كل واحد فيكم، بس لو عايزين يعني تعملوا مشروع فأنا بارجّح البط المسكوفي أو البط المُولَر لو الوقت قليل مثلًا وأنتم هتطلّعوا على مثلًا رمضان أو يكون في موسم، فالبط المُولَر برضه يعني تسويقه حلو، سعره كويس، لحمته كويسة، والبط المسكوفي كذلك. في ناس زي ما قُلت لكم برضه بتفضّل البط الفرنساوي أو البط اللي هو البيور، لكن يعني السعر بتاعه هو بيبقى قليل. بالنسبة لجميع جميع أنواع كتاكيت البط، الاستقبال بيكون على محلول معالجة الجفاف على درجة حرارة 34، من تاني يوم نبتدي ننزّل مضاد حيوي معه التنفسي زيه زي الفراخ البيضا بالضبط، كل أنواع البط لمدة 3 أيام، بتفضل الحرارة برضه عالية شوية، يعني زي ما هي كده ونبتدي ننزل شوية بشوية، بعد كده نبتدي بقى نشوف مثلًا المساحة، لو أنتم عايزين تعرفوا تربوا قد إيه يعني في العُمر في المتر المربع، في العُمر الصغير المتر المربع ممكن نحُط فيه لحد 15 بطاية، كل أمّا يكبروا وأنتم بعينيكم كده تبتدوا توسّعوا لهم شوية بشوية لحد عُمر الشهر، كل متر مربع هياخد 5 بطات لحد عُمر الدبح وده في الشتا. أمّا بالنسبة للصيف فإحنا بنبتدي نقلِّل شوية عشان كل بطاية فيهم تاخد كده مساحتها واستهلاك المَيّة وكده، ففي الصيف بنخلّيهم 4 بطات بس، وناخد بالنا كويس أوي إن البط روحه في المَيّة، يعني لازم ولا بُد إن إحنا نحُط لهم على طول المَيّة. يبقى تلخيصًا كده بالنسبة للتسويق أول حاجة أو أعلى في السعر هو المسكوفي، ثم المولر، ثم البط الفرنساوي أو اللي هو البط البيور. بالنسبة للبلدي ده مش هيدخل معانا طبعًا في حساب التسويق بتاعنا، لإن إحنا طبعًا مش هنبيع بط بلدي، لإن أنتم مش هتقعدوا 6 شهور عشان تعملوا يعني مشروع هتبقى فيها خسارة كبيرة جدًا عليكم. طب تعالوا بقى نعمل كده سريعًا ميزانية ل10 بطات، خلّينا نقول البط المسكوفي، لإن البط المسكوفي هو الأشهر كمشروع، أنتم بقى قيسوا الكلام اللي إحنا هنقوله ده على أي نوع أنتم عايزينه
تاني، لكن أنتم هتاخدوا نفس الفكرة بتاعة دراسة الجدوى دي أو ميزانية ال10 بطّات، وطبعًا زي ما أنتم عارفين إحنا هنبُص على تاريخ النهارده ونركّز علشان كل يوم ممكن اللي أقوله النهارده في الأسعار، ممكن بُكرة تلاقوه مختلف، ممكن الأسبوع الجاي تلاقوه مختلف، ممكن الشهر الجاي تلاقوه مختلف، فخدوا بالكم من الأسعار اللي موجودة في نفس اليوم بتاع تاريخ الفيديو، علشان ما تشوفوش الفيديو بعد شوية تقولوا لي ده فين الأسعار دي، ده بنتكلم على يعني سعر النهارده وأنتم قيسوا عليها بقى. حتى سعر البيع برضه بيختلف، سعر البيع على حسب المواسم، لو إحنا داخلين مثلًا على موسم رمضان ممكن تلاقوا السعر ارتفع بشكل رهيب جدًا وما شاء الله يعني كسبتوا كتير، ممكن تلاقوا السعر طلع، ممكن تلاقوا السعر نزل، فخدوا بالكم حتى سعر غير التكلفة يعني، فهتلاقوا برضه سعر البيع أو الربح برضه بيختلف من وقت للتاني. فخلّينا نحسب بقى على 10 بطّات مسكوفي يكون أصلي لو أنتم هتعملوه مشروع R41 ويا حبذا كمان لو أنتم جبتوه فرز ذكور علشان توصل يعني الذكور بتوصل ل6 كيلو، خلّينا نقول المتوسط إن أنتم هتعملوها 4 كيلو هتبيعوا على أساس 4 كيلو. سعر البطة النهارده الكتكوتة هي 35 جنيه، لو أنتم هتجيبوها طبعًا يعني كمية من مزرعة بتبقى السعر أقل شوية بتدوب بسعر البورصة، لكن أنا باتكلم على المحلات العادية اللي إحنا بنشتري منها الكتاكيت أو المعامل اللي إحنا بنشتري منها الكتاكيت، فالسعر التاريخي النهارده هو 35 جنيه البطة العمر يوم المسكوفي، فخلّينا نقول 10 بطات في 35 جنيه يبقى كده السعر اللي معانا 350 جنيه. كل بطة فيهم بتاكل 12 كيلو علف في ال10 بطات، سعر كيلو العلف النهارده ب21 جنيه بيوصل إلى 23 جنيه على حسب المكان اللي أنتم فيه، لكن المكان اللي أنا فيه فهو ب21 جنيه سعر الكيلو العلف، فيبقى 12 كيلو في 10 بطات في 21 جنيه للكيلو هيدّينا 2520 جنيه. هنجمع عليهم ال350 جنيه اللي هو سعر الكتاكيت البَط ال10 هيدّينا 2870 أو خلّينا نقول 2900. هنحط عليهم 150 جنيه مصاريف نسرية، جبنا لهم كالسيوم، جبنا لهم صدف، لمبة مثلًا صفرا في الأول علشان يطفوا، هنحطها 150 جنيه مصاريف نسرية، فهيدّينا 3050 جنيه ده كده التكلفة بتاعتهم. خلّينا بقى نحسب إحنا كده صرفنا على ال10 بطات 3050 جنيه، خلّينا نحسب الربح بتاعها هيطلع قد إيه، سعر الكيلو دلوقتي لو إحنا هنبيع للجيران أو للأصحاب فهو ب140 وبيوصل ل150 جنيه، يعني أنتم لو رُحتوا في المحلات عايزين تشتروا بَط فهو هيقول لكم ب140 أو 150 على حسب طبعًا أنتم عارفين طبعًا إن الناس بتختلف في الأسعار بتاعة المحلات على حسب المكان اللي أنتم موجودين فيه، فخلّينا إحنا نحسبها على أساس إن هي 140 جنيه، لكن عشان أكون صادقة معاكم ده لو أنتم هتبيعوها للجيران والأصحاب، لو هي كمية صغيرة تقدروا يعني التسويق بتاعها هيبقى سهل أوي إن أنتم تبيعوها للجيران والأصحاب، لو أنتم جايبين كمية كبيرة طبعًا هتضطروا إن أنتم تبيعوها لتاجر أو تضطروا إن أنتم تبيعوها مثلًا لمحلات الفراخ بجانب أصحابكم أو جيرانكم، فده طبعًا بتقِل شوية، يعني التجار مش يعني عمركم ما هتعرفوا تبيعوا للتاجر أو لمحل الفراخ بنفس سعر اللي أنتم هتبيعوه للجيران، للجيران دايمًا بيبقى أعلى، فخلّينا هُم بياخدوها بأقل حوالي 10 جنيه، ده بالنسبة يعني للتاجر أو بالنسبة لمحلات الفراخ لو أنتم هتروحوا تبيعوا لهم عشان هُم كمان يكسبوا، هتاخدوها يعني هتبيعوها بأقل حوالي 10 جنيه. خلّينا نقول إن إحنا دلوقتي بنتكلم إن إحنا بنعمل حاجة صغيرة في البيت وجبنا 10 بطات، فأنتم هتبيعوا الكيلو ب140 جنيه الجيران اللي حواليكم. خلّينا نقول معانا 10 بطات في 4 كيلو متوسط وزن الكيلو وبيوصل لأعلى من كده كمان، فكده إحنا معانا حوالي 40 كيلو لحم، 40 كيلو لحم في 140 جنيه فيبقى كده إحنا معانا المكسب بتاعنا 5600 جنيه، 5600 جنيه لمّا تطرحوا بقى منها ال3000 جنيه فيبقى كده معانا حوالي 2550 جنيه مكسب 10 بطات بس في 3 شهور، ده بالنسبة للمسكوفي. هتقيسوا على بقى اللي أنا قُلته لكم ده المولر والبيور، تشوفوا برضه سعر الكتكوت بكام، سعر العلف عندكم بكام، حطّوا عليها مصاريف نسرية علشان لو جبتوا لهم أي أدوية في النُص أو اللمبة الصفرا والحاجات اللي زي كده يعني بالنسبة للتدفئة أو كده، وشوفوا هتبيعوها بكام واخصموا تَمَن الربح من تَمَن التكلفة هيطلع لكم المكسب بتاعكم اللي هو حوالي يعني هيطلع بتاع حوالي 2000 جنيه في ال10 بطات، هنا طالع 2550 علشان سعر كمان برضه المسكوفي بيبقى عالي في البيع ولكن على مدار 3 شهور تمام، دي كده كانت كل حاجة، أنا عارفة إن الفيديو طال جدًا، جدًا، وعارفة إن أنتم ممكن تكونوا اتضايقتوا من الفيديو الطويل، لكن بجد أنا كنت عايزة أقول لكم كل حاجة عشان الناس اللي هتعمل مشروع الأول ما تصرفش فلوسها في حاجة هي مش عارفة هي تصرف فلوسها في إيه، فيعني كل حاجة إحنا قرش دلوقتي بنجيبه بنتعب فيه، فعلشان الناس تبقى فاهمة كل حاجة وفاهمة كل نوع هي عايزة تجيب إيه بالضبط وإيه اللي يناسب ظروفها وإيه اللي ممكن يكسبهم وإيه اللي تسويقه سهل وإيه اللي تسويقه صعب.
فلو في أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات هارُد عليكم كلّكم إن شاء الله، أشوفكم على خير، ما تنسوش بس لو أنتم وصلتوا معايا لنهاية الفيديو أتمنى إن أنتم تدعموني بلايك، اشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم وليكم، أشوفكم على خير إن شاء الله، ما تنسونيش بدعوة حلوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.